فساتين الأطفال وفساتين السواريه وصعوبة وجودها في السوق أو صعوبة إن هنلاقي حاجة مناسبة لبنوتة في عمر 3 سنين أو سنتين. أهلا بكم في قناتي دودي موريس، والنهاردة هنشتغل مع فستان سواريه لبنوتة صغيرة بالشياكة اللي احنا شايفينها في بداية الفيديو. أهلا بيكم ويلا بينا هنشتغل. كل اللي مطلوب عندنا 1.5 متر من الأورجانزا اللي هي تبقى تقيلة عشان تساعد معايا تديني منظر حلو. هعوز 1 متر من البطانة هنا، وهعوز التل اللي هو بيبقى ناشف شوية علشان خاطر ينفش معايا طبقات من الوسط مع الكلوش الأورجانزا. التل ده عرضه 1.40 متر، أنا هاخد 5 متر من التل ده وهشتغل ب1.5 متر أورجانزا ومتر من البطانة، وهنشوف هنعمل حاجة تحفة بمعنى الكلمة مع فستان الأطفال بتاعنا. يلا بينا هنبتدي خطوة خطوة، نبتدي نطبق القماش الأورجانزا وهنشوف هنعمل ايه. يلا بينا. كده طبقنا القماش على مثلث كامل، هنعمل كلوشة كاملة مقفولة. أنا بقدر الإمكان هعمل فتحة صغيرة للسوستة، أو لو أنت حابة تعملي كلوشة مفتوحة وتعملي السوستة تدخلي السوستة فيها، ليكي مطلق الحرية. هنا هنشتغل على الوسط بتاعنا 50. أنا عايزة احنا في كلونات هنعملها في الأورجانزا، عشان الوسط عندي هنا على 50، أنا هشتغله على 80. أنا محتاجة الوسط أعمل له كسرات، فال50 دي أنا هزود عليها 30 هيبقى 80. 80 على 4 طبقات يبقى عندي ال20 سنتي. هبتدي أعمل ال20 كده كده أهو، وهبتدي اخد طول الكلوشه بتاعتي. طول الكلوشه اللي انا عايزاها 35 سنتي، انا هشتغل على 39 عشان الخياطات. كده كده كده. ادي الكلوشه عندي اترسمت. هبتدي اقص ده، ادي الكلوشه عندي اتعملت. هبتدي اقص الستر. كده طبقنا القماش على 4. الجزء المطبق عندي المتني ده هيبقى الامامي، والجزء اللي فيه البرص ده هيبقى ايه الخلفي عشان السوسته. اول حاجه عندي انا عرض الكتف عندي 12 سنتي، هبتدي اخد ال 12 سنتي بتوعي كده. دوران الرقبه عندي 7 في 7 عشان هي بنوته صغننه كده. هبتدي اخد الدوران بتاع الرقبه تمام. الكتف عندي الميل 2 سنتي، هنزل بيه 2 سنتي. ألف ب بطرون، أنا مش بعمل أي حاجة زيادة. دوران الباط عندي 26 سنتي، هنزل 13 سنتي كده، وهاخد دوران الكرفة بتاع الباط تمام. طيب عندي دوران الصدر 52، الربع بتاعها حوالي 13 سنتي. دوران البطن عندي 50، هيبقى 12 ونص. هنشتغل برضو على هي ال 13 بتاعتي. طول الصدر عندي 26 سنتي، هعمل 27 عشان خاطر السنتي ده في الخياطة هيروح معايا، وهخلي 2 سنتي سماح علشان طبعا البنوته هتكبر، حرام الفستان زي كده يترمي من اول لبسه او ما يكملش حاجه معانا. هنبتدي نقص ده كده. اخلي بالي ان انا هطلع الخلفي لوحده والامامي لوحده كده. انا عندي الوسط والصدر، فاضل عندي اعمل البطانه بتاعتي. البطانه عندي هطلع كلوشه قد الوسط عندي من تحت كده. طبقنا القماش على 4. هبتدي احط الكلوشه بتاعتي كده واقص زيها بالظبط.
كده عملت الكلوشه، عملت كمان بطانه تحتها عشان هيبقى فيه طبقات تل في النص فما تبقاش خشنه على جسم البنوته. فكده قصينا ده، هبتدي اطبق القماش القص الامامي والخلفي، الصدر والظهر للبطانه بتاعه الاورجانزا. نطبق القماش ونرجع لبعض بسرعه. كده طبقنا القماش على 4، نفس الجزء اللي احنا عملنا للصدر هنبتدي نعمل زيه بالظبط بطانه للاورجانزا. كده قصينا الصدر والظهر والكلوشات بتاعتنا. فاضل ايه؟ فاضل معانا التل. هنبتدي نعمل طبقات التل، وبين كل طبقه وطبقه هنعمل كرنيش من التل عشان تنفش معايا وتزود معايا. هنبتدي نطبق التل طبقات عشان نعمل كلوشات ترمي معانا الطول بتاعنا. نطبق التل ونرجع لبعض بسرعه. كده طبقنا كل 1.5 متر، طبقنا زيه مرة تاني علشان خاطر تطلع الكلوشة كاملة عندي. كده ده هيطلع عندي ال4 طبقات بتوع طبقات التل. وهبتدي اخد المقاس بتاع الكلوشة عندي. انا عايزة اسيب حوالي 2 أو 3 سنتي من تحت هنا، هسيبها للكلوشة من تحت عشان تظهر من الاورجانزا. هبتدي اظبط الدوران بتاعي على الدوران بتاع ده وابتدي ارص ده. الزيادات دي كلها عندي هتتعمل شرايط وتتعمل تضغط معايا التلايه، هتتعمل كرانيش صغيره تزود معايا النفشه بتاعت التل. كده انا عملت نسخه زيها بالظبط. ادي كده الكلوشات عندي اهو، فهيبقى كل ده هنا تحت الاورجانزا هيبقى نافش معايا. تمام. هعمل ايه كده؟ هبتدي اجمع كل اللي انا عملته ده على المكنه ونشوف هنجمع الفستان بتاعنا ازاي. يلا بينا نقعد على المكنه ونلم كل ده. يلا كده قعدنا على المكنه حبايبي. هنبتدي اول حاجه نمسك الاورجانزا بتاعتنا كده، البطانه مع الستر، وهنشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه انا هشوف العدله بتاعتي لما اخيط واجي ارد، فهتبقى عندي الاثنين معدولين عندي بالشكل ده. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل كده. وهفتح الاجزاء دي كده وابتدي ارد ده معايا كده. تمام. انا عايزه البطانه دي ما تردش لبره. هعمل ايه؟ هعمل كده، هزود الفتحات دي شويه كده، وهاخد ده خياطه داخليه، الجزء اللي هو المتخيط على البطانه مش على الاورجانزا، ماشي؟ عشان هو على البطانه مش هيظهر، ولكن على الاورجانزا طبعا هيبان. فهعمل كده. هنرد هناخد دي سراجه بالابره، هناخد دي سراجه بالابره ونرجع لبعض بسرعه. كده ردينا الستر. هبتدي كمان هعمل الباط، الدوران بتاع الباط كده هرده علشان احنا عاملين فستان كت طبعا، وانا محتاجه يبقى المرد ده نضيف.
الاجزاء دي عشان ترد معايا بسهوله كده. وهبتدي اخد سراجة للباط هنا وهنا كده، ونرجع لبعض بسرعة كده. عملنا الصدر وسرجنا الكتف والباط بالطريقة دي ومسكناهم مع بعض. بقى عندي قطعة واحدة اللي هو الصدر. هبتدي بمنتهى البساطة اعمل الظهر بنفس الطريقة واركب السوستة الاتنين مع بعض كده. ابتدي اركب السوستة في الاورجانزا وانضف بالجزء اللي هو الروزيتا اللي عندي. تمام. هبتدي اركب السوستة الاول. اول حاجة هعملها هركب الدواس بتاع السوستة ونرجع لبعض بسرعة نركب السوستة ونعمل التشطيب او التنظيف بتاع الظهر عندنا للفستان القمر اللي احنا هنعمله لاجمل بنات في الدنيا، فستان سواريه لبنوتة حلوة. يلا بينا. هبتدي اركب السوستة كده. هخلي الجزء اللي هيدخل في الوسط عندي وهبتدي اركب هنا. الناحية التانية بنفس الطريقة. المهم يكون الاتنين قد بعض، بمعنى الجزء اللي من هنا قد الجزء اللي من هنا، الجزء زيادة السوستة كده. كده عملنا الناحيتين. نقفل. ايه هنعمل كمان؟ هنبتدي نعمل البطانة كده، وافرد المرد كده وابتدي اجيب هعمل ايه هنا. خلي بالي هاخد دوران الباط، الكتف، دوران الرقبة، وهنزل بطول السوستة لحد الاخر. نقول تاني، هاخد دوران الباط، الكتف، دوران الرقبة، وهنزل بحذا السوستة، يعني العظم بتاع السوستة هنا هنزل بحذا السوستة لحد الاخر. يبقى انا كده قفلت الجزء كامل. نبتدي نعمله مع بعض. يلا اهو. طبعا احنا متعودين طالما انا شغالة على المكنة واي حاجة بتتزحلق او بتجري اعمل ايه؟ امسك بدبوس كده علشان الحكايه تبقى سهله معاكي وما تفكيش. احنا قلنا الخياطه لو انت فكيتي كذا مره هتملي وتزهقي، وبعد كده يبقى خلاص مش هتقعدي على المكنه تاني. حبايبي متعودين الجزء اللي هنا على طول افتح عشان لما يرد معايا يرد سليم، ما يبقاش فيه كشكشه. هنا كمان في دوران باط نفتح هنا اهو وكده ورد. ادي اول دوران الباط اهو، وادي الظهر عندي كده، وادي السوسته متشطبه زي الجاهز بالظبط، والدوران بتاع الباط هيبقى متشطب نضيف. هعمل ايه؟ هاخد ده سراجه، وبعد كده نبتدي نقفل الصدر مع الظهر. قبل ما اخد ده سراجه هبتدي اعمل الجزء الثاني، المرد الثاني بتاع الصدر اهو، عشان اخد سراجات كله يبقى مع بعض. ادي هظبط كده. افتح كل الاجزاء اللي فيها دورانات هنا والرقبه،
وادي الجزء التاني. ادي الاورجانزا مع البطانه الروزيتا، وادي الباط عندي مظبوط. هعمل ايه؟ نبتدي ناخد السراجات ده كله ونرجع لبعض بسرعه. يلا ده حبايبي، ردينا كل الخياطه بتاعتنا رديناها. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي امسك الصدر والظهر مع بعض كده. اظبط ده الدبابيس وابتدي امسك الاثنين مع بعض. طبعا البنوته صغننه، فانا مش محتاجه اعمل بنس للصدر هنا، ولكن لو في اي بروز للصدر او الصدر محتاج ان انا اديله وسع او شكل كيرفي شويه، يبقى انا هعمل بنستين. ولكن احنا عندنا الفستان ده البنوته صغننه 2 أو 3 سنين كده. انا قفلت الصدر عندي، اشيل الدبابيس. الفستان عندي اهو كده. في ايه كمان عندي؟ ابتدي ممكن اشطب اوفر، امسك الاثنين مع بعض عشان يبقى سهل معايا، وده هيكون اسهل علشان خاطر ما يزحلقش لما اجي اركب الوسط او طبقات الاورجانزا بتاعتي. هنعمل اوفر للصدر بسرعه وللكلوش عندي بتاع الاورجانزا، ونرجع لبعض بسرعه كده. عملنا الصدر اوفر علشان لما ابتدي اشتغل الوسط امسك الوسط عليه يمسك على طول. وعملنا كمان الوسط من تحت الاورجانزا عملناها اوفر علشان تشتغل معايا على طول، ما يبقاش فيه يعني هي بتطلع قيود كده فما تعكسنيش، وفي نفس الوقت اركب كل حاجه مظبوط. هقفل، انا فتحت الكروشه عشان خاطر اشتغل السوسته. اركب الاورجانزا مع الصدر عندي كده. طبعا الجزء بتاع السوسته هو اللي هيبقى نازل عندي هنا كده. وهبتدي اخد كسرات سراجه على الوسط عندي، هنمشي بيها خطوه خطوه. سواء حابه تعمليها كولونه، انك انت الكسرتين في وش بعض كده فيديكي كولونات، حابه تعمليها كسرات كده فده برغبتك. احنا هنا هنعمل الكسرتين عكس بعض عشان يديني شكل الكولونه، وفي نفس الوقت يديني نفشه اكتر للفستان. نعمل ده على قد الوسط ونرجع لبعض بسرعه ونشوف هنعمل ايه كده. بعمل كسره عكس كسره او كولونه اهي كده. بمسك الدبوس، ما تشتغليش بالابره الا لما تتاكدي انك انت عامله كل ده مظبوط كده. باجي هنا ادي واحده كده وادي واحده كده. نشوف كده احنا عملنا ايه. ده شكل الفستان عندنا
كده. هبتدي اخد ده بالسراجه، هاخد ده سراجه بشويش خالص، وبعد كده امسك الصوص ده معاه. نبتدي نعمل ده على المكنه او على ايدك اللي يريحك، بس المهم ان انت يعني خلي بالك من كل دبوس انت حاطاه مكانه فين وهتشتغلي ازاي. كده عملنا الوسط بتاعنا كده تمام اهو، وادي الشكل بتاع الاورجانزا. شايفين الشكل حلو ازاي كده؟ فاضل ايه عندي كمان؟ فاضل عندي ابتدي اعمل طبقات التل وامسك معاهم البطانه، وابتدي امسك ده تحت الاورجانزا عندي. طبعا هنا الصدر انا ممكن ازينه بوحدات خرز، بوحدات من الاورجانزا الوردات. هنعمل كل ده مع بعض وهنشوف. يلا بينا نبتدي نجهز التل. اوريك ازاي تعملي طبقات تل نافشه بطريقه سهله جدا. نشوف مع بعض هنعمل ايه. عندنا اخر طبقه تل هتبقى على البطانه. احنا قاصين الشرايط دي اللي فاكرين قصيناهم شرايط متساويه وبطول واحد. هبتدي اخد كده وهبتدي اعمل بمنتهى البساطه. همشي كده اهو كسرت، حتى لو حاجه مش منتظمه يعني انا يعني مش مطالبه يبقى بالسنتي وبالملي. انا بس كل الفكره انا عايزه ازود الطبقه بتاعه التل وتديني الشكل العام بتاع الجبونه. طبعا هي بنوته صغننه مش هتعرف تلبس الجبونه، ولكن احنا بنعمل بالتل نفس الفكره دي. الشكل ده احنا شايفينه اهو. فده كل ما هيزيد عدد الكورنيش دي هيديني التل ده ينفش زياده. طريقه سهله جدا تعملي بيها اي جبونه لفستان. خلص الشريط نبتدي نوصل واحد تاني. حكايه مش هقول عشوائيه ولكن مش منتظمه وما فيهاش اي قلق ان انت خايفه تمشي بالسنتي وبالملي، لا بمنتهى البساطه. حكايه سهله جدا. كل اللي بعمله انا بكسر الشريط ده كسرات كده وبمشي عليه بالمعجون. باخد في النص، باخد الشريط في النص علشان الناحيتين بتوع الشريط ده يدوني نفشه زياده. تمام كده حبايبي. خلصنا كل طبقات الكرنيش بتاعتنا. طلع عندي 4 طبقات. ادي الشكل العام بتاعها. نشوف الشكل ده مع هيديني نفشه كبيره زي الجبونه بالظبط اهو كده. فطبعا ده الشكل العام بتاعها. تمام. هبتدي اجمع طبقات التل مع البطانه مع الفستان. هنخيط طبقات التل مع بعض وبعد كده نمسك البطانه معاهم. بعد كده كلهم نثبتهم مع بعض، بعد كده نركبهم على الفستان. ده اسهل طريقه ممكن انت تعملي بيها الطبقه دي. ازاي؟ هنبتدي كده هناخد طبقه من التل كده. يبقى الطبقه اللي فيها كرانيش من تحت، فوقيها الطبقتين هيبقى من التل او 3 او 4 حسب ما انت عايزه الطبقات بتاعت التل تنفش معاكي قد ايه. هنجمع ال3 طبقات التل مع الطبقه الكرانيش ونرجع لبعض بسرعه. كده يا حبايبي مسكنا كل طبقات التل كده، كل طبقات التل. وادي اخر طبقه اللي احنا عملنا فيها الكرانيش اهي واضحه اهي. تمام. وهنبتدي نمسك ده
احنا ظبطنا كله مع البطانه، طبقه البطانه اللي هي الروزيتا بتاعتنا. هنبتدي نمسكها مع الفستان. طبعا الفستان ابتدى حجمه يزيد والنفشه ابتدت تزيد وبقت فعلا خطيره. هنبتدي نعمل كده، هنجيب الفستان بتاعنا اهو، هنقلب كده. هجيب السوسته عندي، اول حاجه عندي هنا الجزء اللي انا موصله فيه السوسته في الوسط من تحت، وابتدي اقلب كل ده. هخلي كده، هتبقى البطانه هي اللي من فوق عندي، وهبتدي اظبط الفتحه بتاعت السوسته، الفتحه بتاعت السوسته مع الفتحه بتاعت البطانه اللي فيها السوسته كده. وهبتدي امسك الوسط كله مع بعض كده، الاتنين قد بعض بالظبط. هبتدي امسكهم داير ما يدور بالمكنه، وهنشوف الشكل الاخر ايه. امسكي بدبابيس لو انت حاسه ان الدنيا مش هتظبط معاكي كده. امسكي الدبابيس كده اهو. احنا كويس ان احنا عاملين كل حاجه بالاوفر عشان خاطر يبقى الحكايه سهله عليكي اهو كده. ادي كل الفستان ظبط معانا بالملي، شايفين الاتنين قد بعض بالظبط، مفيش اي زياده عندنا. هبتدي امسك ده برضه كده، وهاخد ده داير ما يدور، هاخد ده داير ما يدور على المكنه تمام كده. وهعدل الفستان وهتشوفي عملنا ايه. استأذنك علشان التل هايش مع الكاميرا مش هتعرفي تشوفي من ده، هلف ده بالمكنه وهوريكي الخلاصه وصلنا لايه كده. خيطنا الوسط مع طبقات التل كده. ده الشكل العام بتاع الفستان بتاعنا. ده الفستان بشكل عام كده. طبقات التل ظاهرة من تحت. طبعا هنتني ده علشان خاطر الابيض ما يظهرش. هناخد تاني على المكنه كده لكل الاوفر ده من تحت تمام. لو اتعمل اوفر احمر طبعا هو مكلف ان صاحب المكنه يشتغل 3 خيوط بنفس اللون الاحمر، هيبقى مكلف عليه. بس احنا دايما بنعمل الابيض بناخد التانيه دي. ادي شكل الفستان بتاعنا كده. طبعا الصدر هنا لو انت حابه تعملي حزام ستان احمر يتربط من ورا، ممكن نعمل وردات بالاورجانزا ونزين بيها الصدر هنا، وردات اورجانزا ونحط فيها خرز ابيض خرز اسود، اي لون انت ممكن تعملي بيه الفستان. الفستان في منتهى الشياكه، هتشوفيه لما البنوته تكون لابساه باذن الله، وهتشوفي جماله بالفخامه ازاي وانت عملتيه بايدك في اقل من ساعتين زمن. تكون الفكره وصلت لحضرتك، ومن فضلك لايك وشير لكل اصحابك، لاي حد عايز يعمل سواريه، للسن المحير، للسن الصغير، للرضع. احنا بنعمل اي حاجه طالما في ايدينا التعليم اللي يكفينا ان احنا نعمل بيه خطوه بخطوه مع بعض، وهنعمل اي موديل. الموديل بتاعنا هنا يلبس 2 و3 و4 سنين كمان وبمنتهى الشياكه. اتمنى من حضرتك لايك وشير، ومن فضلك اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل. شكرا لحضراتكم.